حلوة البنان الجزائرية اللي بانت وشاعت في أواخر الثمانينات، وقت اللي كانت الطهارة والعراس يتقاموا في الدار، وتقدروا تقولوا باللي كانت التراند تاع هذاك الزمان. حلوة بزاف، بنينة ومن عائلة العرايش والتشارك. خيرت أجود أنواع الفرينة ماما دي 45 ودرت منها 3 كيلات، وضفت عليها السكر الناعم، لافاني والقرصة تاع الملح، ومن بعد زدت الليدام اللي لازم يكون دايب وبارد. بسست الفرينة تاعي مليح بيدي وبديت نلم بالماء والمزهر. ضيفوا المزهر غير بالعقل حتى تولي عندكم عجينة فيها هاد الخيوط البيضاء باش تعرفوا باللي خلاص راهي واجده. نغطيها ونخليها تريح ونروح نوجد العقده اللي فيها اللوز مرحي رقيق وانا حمصته شويه باش يجيني بنين. زدت عليه السكر، قرصه تاع الملح، لافاني وشويه تاع المارغرين. تقدروا ديروا سمن وتليموها بالمزهر. العقده ديالكم ليموها شويه طريه باش تجيكم لداخل معسله. وزنت العجينه 30 غرام والعقده 16 غرام، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا. وبديت نحل العجينه ديالي، حليتها رقيقه باش تجيكم مورقه، ومن بعد نحل اللوز حربوش كيما تاع التشارك، نديرو في العجينه ونلوي عليه كامل هذيك العجينه ديالي. وكل ما ندور نغلق مليح على هذاك اللوز وما نخليش الهواء يدخل في العجينه، على خاطر راح يدير لكم بابل في الحبه ويغسل لكم الشكل ديالها. غلقت الحبه ديالي مليح باش ما تتحلش في الفوخ، وبديت نعطي لها الشكل تاع حبه بنان. حبوا ديروها خشينه ولا ترقوها كيما انا كيما حبيت. وكيما راكم تشوفوا الجهه التحتانيه رققتها ومن الفوق خليتها شويه خشينه باش تجينا تشبه الحبه بنان تاع الصح. كي كملت تقبتها من الفوق وحطيتها في سنيوه ودخلتها للفوق على 160 درجه، وكي طيب نخلوها تبرد مليح ونوجدوا الطليه تاعنا اللي درت فيها بياض حبه بيض، قارص، مزهر وشويه تاع الزيت. زدت لاغوم تاع البنان، لافاني، وبديت نلمها بالسكر غلاس حتى تولي لكم عجينه كي ترفدوها هكا تتقطع ما تحبطش كامل. طليت الحبات تاع البنان ديالي وخليتهم ينشفوا ليله كامله، ومن بعد درت لهم هذوك نقاطي بالكاكاو باش يكمل الشكل ديالها، وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.